لكل أم هواي جاي تتعب بتربية أطفالها، ما هو أجرك العظيم عند الله؟ شوفها تستخدم الكلمات الطيبة وياهم، ما تضربهم، ما تهينهم، في سبيل أنه تنتج أطفال صالحين. عن إمامنا الباقر سلام الله عليه قال: إني لأصبر على أهلي ما هو أمر من الحنظل. شوف هاي المرأة صابرة من أطفالها تصير مواقف هواي مؤذية، هواي تنرفز، لكن هي ضابطة نفسها، ما تضربهم، ما تهينهم. شنو درجتها وثوابها عند الله هاي الأم؟ أنه من صبر نال بصبره درجة القائم الصائم، تحصل ثواب وكأنه النهار كله صايمة والليل كله مصلية. بس هذا لا، بعد ودرجة الشهيد الذي قاتل بسيفه قدام رسول الله صلى الله عليه وآله، يكتب لها ثواب ودرجة شنو؟ شهيد وقاتل بسيفه مع رسول الله صلى الله عليه